بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأولى الأخبار تتعلق بأبو العزائم ماضي بيطالب بمؤتمر صوفي عالمي، صوفي تحت مظلة الأمم المتحدة، يحضره نجيب ساويرس لأنه وطني، ولأن عندنا 12 مليون صوفي، 12 مليون صوفي، فهيحضروا البابا تحضروا الكنيسة ويحضروا. تجد مفارقة، وإن كان كما ذكرنا كل خبر يستدعي وقفات مطولات ولكن الوقت لا يتسع. أبو العزائم ماضي والصوفية الذين يشنون الغارات والهجوم الشرس على أهل السنة أو على السلفيين، هم يمدون أيديهم للأمم المتحدة وتحت مظلة أمم متحدة، ونجيب ساويرس لأنه وطني خلق كما ذكرنا كتلة انتكاسة، والانتكاسة هذه لا يمكن أن تفهمها إلا بالرجوع للكتاب والسنة. صوفية وشيعة أولاد عم، وهؤلاء وأولئك أولاد عم أهل الكتاب، يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: العقائد واحدة متشابهة. لو قال أهل الكتاب عن الصوفية بضاعتنا ردت إلينا لا يخطئون، لا. وبالتالي فتجد إخاء، وتجد أيضا نفس الشاكلة. يعني الصوفية من الممكن أن تستعدي الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مشبوهة، هيئة كلها عداوة للإسلام وأهله. لابد من معرفة الأرضية والواقع الذي نعيش عليه. تجد نصارى المهجر كل يوم استعداء للأمريكان، والصوفية بتأخذ نفس الخط في هذه الأيام، نفس الخط حقوقهم مضيعة، وبالتالي هيجتلبوا الحقوق الضائعة من الأمم المتحدة. كما ذكرنا نفس الشاكلة، نفس الطريقة، نفس الأسلوب. وهذا هو الخبر الأول.